دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم قم يا نايم وحد الله على سحور مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول. قم يا نايم إعداد وتقديم طارق الكعكاتي. قم يا نايم قم يا نايم قم يا نايم وحد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللقاء الأخير من مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العام، والتي ترعاها مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى بالاشتراك مع المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية السعودية وبيت الزكاة الكويتي وشوبر سوبر ماركت. هذا هو اللقاء الأخير، يعني يعتصر قلبي الحزن لهذا الفراق لرمضان ولفراقكم الذي إن شاء الله تعالى يكون على خير ونلقاكم على خير. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. بكت القلوب على وداعك حرقة. طبعا فراق رمضان هو فراق حبيب عزيز كريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وجعلنا وإياكم من عتقاء الشهر الكريم. سريعا سؤال اليوم، سيكون هناك سؤال رئيسي، ولمن يحب هناك سؤالين يعني هامشين. إذا حدا ما بحب يجاوب على هذا السؤال بفضل يجاوب على سؤال تاني، ما في مشكلة. السؤال الرئيسي: لمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ وما الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوارير؟ إذن لمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ وما الذي قصده بالقوارير؟ أيضا خلينا نعطيكم السؤالين الجانبيين لأنه يمكن يكون هذا سؤال صعب. من أول من أسلم من الأنصار؟ من هو أول من أسلم من الأنصار؟ أيضا سؤال: من هو الصحابي الذي مات عند أسوار القسطنطينية خلال محاولة فتحها؟ من هو الصحابي الذي مات عند أسوار القسطنطينية خلال محاولة فتحها؟ بإمكانكم الاختيار أي سؤال والإجابة عليه، طبعا ما في خيارات، وما بحاجة تقولوا لي سؤال أول ولا ثاني ولا ثالث، بس أعطوني الجواب اللي بدكم إياه، أنا بعرف لأي سؤال. الاشتراك رقمي الهاتف كالعادة 01794 700 01795 700. هذه إذاعة القرآن الكريم ومع وداع رمضان. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. كله جديد، نفرح ونغني للعيد، ستي وجدي رح نزور، نتضيف تمر ومعمود، نلبس كله جديد، نفرح ونغني للعيد، ناكل معه العيلة حنزور، ناخد عيدية وندور، عمي وخالي رح بنزور، ناخد عيدية وندور. يلا يا صغار يويو، نعايد الكبار يويو، ناخد عيدية يويو، نشتري كتير يويو، نوعى بكير، صغير وكبير، غني وفقير، في يوم العيد. أول عيدية لازم تكون لك كمان. معنا 123 إجابة صحيحة، مع أنه معنا أكثر من 153 اتصال، ولكن كان في لهم إجابات كتير خاطئة. أنا بعتذر، مش كنت مقصودها يعني، ولكن هيك صار. معنا 123، بناخد أول اتصال لإجراء القرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد فتوح. محمد فتوح من طرابلس. تفضل. 123 يا محمد. اسمح لي قبل كل شيء كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تنعدوا الايام. الله يسلمك يا محمد. يلا الاذاعه وكل المتابعين. شكرا يا محمد. اختار رقم لو سمحت. 46. شكرا لك يا محمد. السلام عليكم. 46 ابتسام عيتاني. إذن 46 ابتسام عيتاني. ناخد كمان اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ ناهد نصولة.
تفضلي من 1 لل 123. 63. وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، شكرا لك. الله معك. 63 63 63 حسن الجمال. حسن الجمال. إذا 63 حسن الجمال 46 900. ناخذ كم اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. معك حجة ومنى. تفضلي يا حجي، ما لحقت يمكن. لا ما مش هيك، انا خلاص ما مشكلة. طيب يلا اختاري رقم. ان شاء الله 50. شكرا لك. السلام عليكم. 50 محمد عثمان. إذا محمد عثمان. لكن 46 900 الثاني 63 حسن جمال 50 محمد عثمان هن اللي ربحوا قصائم المقدمة من شوبر السوبر ماركت والمؤسسة العالمية للإعمار والتنمية وبيت الزكاة الكويتي. يبقى الآن الهدايا التذكارية، هن كانوا 3، في جائزة راحت إلى راغدة حجير، بقي عنا 2. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ ملاك علي. تفضلي يا ملاك. 35. شكرا لك. السلام عليكم. 35 انا من كتر ما احطهم طلع عشوائية انا بضيع. 35 هدى لبابيدي. 35 هدى لبابيدي. اذا بعد معنا جائزة وحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ أخ طارق. بس بدي استفسر أنا على السؤال الثاني، الجواب شو طلع؟ أي سؤال؟ بس أول من أسلم من الأنصار. هن معاذ بن عفراء لحظة ما بيأثر. خليكي معي شوي. يلا. بس أعطينا رقم وأنا هلا بجاوبك. أوكي. رقم 7. رقم 7. شكرا لك. السلام عليكم. هني معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أسلما قبل الهجرة. في بعض الأشخاص عطهم أسلم بالمدينة فأشكل عليهم الموضوع. إذا من رقم 7. رقم 7 وين رقم 7؟ رقم 7 مختار عيتاني. إذن مختار عيتاني وهدى لبابيدي ورغدة حجير ربحوا الجوائز التذكارية، والقصائم ربحها ابتسام عيتاني، حسن جمال، ومحمد عثمان. وبذلك نكون قد أنهينا عملنا لهذه السنة إن شاء الله تعالى. يبقى لي أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير. يعني أنا ما تصور قديش سعادتي بلقائكم كان بهذا رمضان بعد غياب لمسابقة السحور. إن شاء الله يكون لنا لقاء معكم بمسابقات أخرى خلال العام، نتمنى ذلك ونعمل على ذلك الحقيقة. كل عام وأنتم بخير. خي كمال قباني، كل عام وانتم بخير. خي حسان، كل عام مدير إذاعتنا الأخ حسام الدين حسامي، كل عام وكل أكيب الإذاعة بخير والإدارة. وفوق الكل وقبل الكل صاحب السماحة مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان وجميع العاملين في دار الفتوى. وأيضا أعايد جميع العاملين في مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى التي رعت هذه المسابقة. أشكرهم وأشكر رئيس عمدة الهيئة الحاج رياض عيتاني، وأشكركم جميعا. ويعني إذا حدا مرقت كل المسابقة وما ربح كمان يعني احتسبوا عند الله ويكون ربح معنا إن شاء الله تعالى الأجر والثواب. ولكم تحياتي، كل عام وأنتم بخير. كان معكم طارق الكعكاتي خلال رمضان، خلال سحور رمضان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله تعالى مغفور لكم ومن اعتقاء شهر رمضان وإلى رمضان القادم تكونون إن شاء الله تعالى من المغفور لهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول. صلي على طه أحلى سهر. قوم يا نايم قوم يا نايم وحد الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية دار الفتوى، عطاء بلا حدود أينما كنتم. هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية دار الفتوى، نغيث الملهوف ونساعد المحتاج.